مساء الفل على الجميع. الأهلي كسب الزمالك بنتيجة 3-0 مع الرأفة. واحد يقول لك مع الرأفة ازاي يا عم؟ هو مش الزمالك كان ماسك كورة؟ اقول له وفعلا في اخر الماتش نسبة الاستحواذ بتاعت الزمالك كانت اكتر من الاهلي، لكن التأثير والقوة والفوقان اللعيبة كان لصالح الاهلي، ودي مفيش اتنين يختلفوا عليها بغض النظر عن انتماءاتهم. لكن النهاردة عايزين نتكلم في نقطة مهمة جدا. النقطة ديت هي بتبين الفرق ما بين جمهور الأهلي وما بين جمهور الزمالك. تمام. في الأزمات، قبل كده الأهلي كان بيعيش أزمات طبعا، يعني في الفترات اللي كان الأهلي ما بيكسبش فيها كتير، وما كانش واقع بالدرجة اللي الزمالك واقع فيها دلوقتي، عشان برضو نحط عاديات كذا خط طبعا مع تعاقب مدراء الفنيين على الأهلي، حتى اللي فيه منهم ما كناش راضيين عنهم قد كده. لكن النهارده الزمالك بيعيش فترة سيئة إن لم تكن الأسوأ من الزمالك من ساعة، يعني مش من أول السنة دي، عشان احنا بنتكلم إن هو من أول السنة دي ما كسبش ولا ماتش، ولكن بقاله فترة طويلة جدا، سنين الزمالك ما عاش الفترة السيئة ديت. والأهلي برضو زي ما قلنا من شوية إن الأهلي فعلا عاش فترات سيئة. ممكن فترات احنا كجمهور اهلي ما كناش راضيين عن الاداء، وما كناش راضيين عن الصفقات وعن. تمام. ولكن جمهور الاهلي لما بيكون رافض الوضع اللي بيكون فيه اللعيبه وبيتكلم، وفي منهم جمهور جوه الاستاد اتكلم مع كابتن محمود خطيب ذات نفسه وقال لهم، قالوا له يا كابتن فين الصفقات؟ عايزين شغل تاني، الكلام ده ما ينفعش، واللعيبه كانت واقعه وقتها. راح هو قام بمنتهى الادب والاحترام، حقكم عليا يا جماعه، ان شاء الله هنشتغل وهنجتهد وهيكون الوضع مختلف، وقد كان. بينما جمهور الزمالك النهارده في الوضع الحالي، وانا بقولها لك بمنتهى الاريحيه ومن خلال يعني استنتاجي من كل الاخبار اللي تداولت بعد مباراه الاهلي والزمالك، لان ديت الفيديو ده انا عامله لتبعات المباراه، مش جاي حل المباراه. يعني انت طبعا شفت المباراة وتحليلها، يعني وفرجان عليه، فرجة عليها اصلا لوحده مش محتاج تحليل. لكن انا بتكلم عن تبعات اللي جت بعد الماتش ده، تبعات للاسف الشديد بينت حاجات كتير جدا. بينت اول حاجة ان في فجوة ما بين جمهور الزمالك وما بين ادارته. النهارده الاداره عمالين بقى يرموا على فكره اصل كهربا هربان وبيلعب الماتش ده بدون وجه حق وبدون وجه قانوني. اصل كهربا بعد الماتش قعد يشتم في الجمهور، ونسيوا تماما اللي عمله شيكابالا قبل المباراه، وانه ساب الملعب كله جاي يسخن قدام الجمهور الاهلي. وفي النهايه بدل ما هو يسخن راح سخن الجمهورين على بعض ويشتموا بعض. طب ليه؟ ليه يا ابن الحلال؟ طب ما انت يعني سخن في المنطقه اللي فيها جمهورك، وقضي تسخينه في المكان ده وخلاص. ما هو ملعب في وقت التسخين كل فريق بيمسك النص بتاعه، وطبيعة الحال ان كل فريق هيروح يسخن قدام الجمهور بتاعه. ليه انت تروح للجمهور المنافس وتتعداه؟ مفيش حد من لعيبة الاهلي، يعني سواء الجمهور الزمالك حبه او كرهه راح عمل كده في المباراة، فانت ليه تعمل حركة زي ديت؟ طبعا ديت النقطة. فجمهور الزمالك عشان بس يعني نتكلم في رسول الموضوع، في فجوة بينه وبين الإدارة النهاردة والإعلام بتاع جمهور الزمالك. كل همهم إيه؟ أصل كهربا، أصل مش كهربا، يعني أصل مش عارف إيه، ادفعوا الفلوس اللي عليكم وادفعوا وطبعا هم يعني ولا بيتكلموا عن اللعيبه مالها ادائها عامل ازاي ولا الكلام ده كله. مين اللي بيتكلم عن اداء اللعيبه وعن اداء في فيريرا وعن كل الكلام ده، ومين اللي حامل هم الموضوع ده قوي؟ هو جمهور الزمالك. للاسف النهارده الاداره بتاعت جمهور الزمالك، وانا مش عايز اقول بالاسف لانه الموضوع ما يخصناش كجمهور اهلي، بس يعني هو تحليل الموقف يعني مش اكتر. جمهور او اداره الزمالك واعلامها واعلامه في نادي في وادي، والجمهور بتاعهم النهارده بقى في وادي تاني، وبقى ده غير معبر عن ده بالمره. تمام. انت كواحد اهلاوي يخصك في حاجه الكلام ده؟ لا، ما يخصكش. انا يخصني ان الاهلي يستمر في الفوز، ان الاهلي قدامه النهارده حوالي ماتش او ماتشين، اعتقد ماتش كمان، وبعد كده ندخل بقى على كاس العالم.
مش عايزين نخسر نقط، وعايزين نسيب الدوري في فترة اللي احنا هنقف فيها عن الماتشات عشان كأس العالم. نسيب الدوري واحنا رقم واحد، وفارقين اهو عن اقرب منافس لينا بحوالي 4 نقط. تمام، احنا عايزين نستمر على هذا البنون، وان شاء الله في الماتش بتاع بكره بتاع البنك الاهلي ننهيه بالفوز. وكلمة أخيرة عايز أقولها: الأهلي بمن حضر. فعلا، حقيقة والله الأهلي بمن حضر. واحد يجي يقول لك إيه، طب ما أنتوا ما توفقتوش في ماتشات كتير، لكن لأ، ده لو حسبتها يعني فعلا في ماتشات كان ظروفنا وظروف الغيابات أثرت بشكل كبير على نتائجها، وخلصت بتعادل أو بهزيمة. وتعادل طبعا في أغلب الأوقات، لأن أنت عندك أي فريق أقوى فريق شوف يعني يجي على بالك من الفرق اللي بتواجه الأهلي على المستوى المحلي أو المستوى القاري، لما بياخد نقطة من الأهلي بالنسبة له فوز. الأهلي بالذات لما بياخد منه نقطة يبقى بالنسبة له فوز. وبالنسبة لنا احنا كأهلاوية هزيمة ان احنا ناخد نقطة واحدة من الماتش، بالنسبة لنا هزيمة، سواء هتلعب بكام في الدوري أو كاس أو بطولة أفريقيا. فنرجع تاني للمرجوع ونقول الأهلي منحدر، لأنه أنت عندك كمية غيابات لا حصر لها في الماتش ده، وكانت فرصة أصلا للزمالك إنه يقرب إن المسافة ليك لنقطتين، بدل ما تبعد تبقى 8 نقط كان هيبقى نقطتين، وكان هتبقى بداية للزمالك، وكان هيبقى الوضع حاليا على مستوى الإعلام والمستوى الإداري مختلف تماما. لكن نرجع ونقول ان انت عندك طبعا اكرم توفيق، انت عندك وينج يمين بالكامل غايب، اكرم توفيق واللاعب البديل بتاعه وهو محمد هاني، بس هو اللي ماسك المنطقه دي، والحمد لله انه خذل جميع التوقعات، وظهر حتى الان في كذا مباراه ورا بعضها بنتيجه يعني او باداء بصراحه مشرف بامانه، وماسك الحته ديت ومظبطها على الاخر. وبعدين يعني يقول لك ايه، هو الظاهر ان هو لما بيقرب من كاس العالم بمستواه بيتحسن، نتمنى ذلك. من الاصابه بتاعت اللاعبين التانيين اللي مكانوا في المكان ده الاتنين رباط صليبي، فهيطولوا شويه لحد يعني اقل تقدير بدايه الموسم الجديد ان شاء الله. عندك طبعا عمرو السولية مسمار خط الوسط، عندك لعيبه، عندك الدفاع تقريبا بالكامل كله ضايع بره، عندك محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم اللي هم يعتبر الاثنين الاساسيين عندك قاعدين بره، لدرجه انك لعبت خالد عبد الفتاح اول مباراه ليه، ولعبت في مركز مش مركزه، هو اصلا وينج ايه، وينج يمين. تمام، او وينج يمين او وينج اعتقد هو وينج، يعني او وينج يمين او شمال يعني. المهم، فانت بتلعب يعني انت جازفت بلعيب بتلعبه اول مباراه ليه في مباراه قمه، مباراه جماهيريه. تمام، وفي نفس الوقت بتلعبه في مركز مش في مركزه. بصراحه الولد ادى اداء ممتاز ومشرف. تمام، فانت عندك غيابات بالجمله، عندك طبعا برونو سافيو اللي انت لسه جايبه من من البرازيل ولسه ما تهنتش بيه، الراجل اتصاب. تمام، بيرسي تاو كانوا قالوا قبل الماتش ان هو رجع، وهو في الاخر هو مرجعش ولا حاجه، وان هو يعني ممكن احتمال نشوفه في الماتش بتاع بكره ولا بتاع. لكن في النهايه الوضع كان مش لطيف بالنسبه للاهلي، ولكن انتصرنا الحمد لله في مباراه يعني اعتقد بقى انها تبقى دفعه حلوه ان احنا نرجع تاني للدوري، نرجع تاني بقى للبطوله المحببه للاهلي اللي كنا بناخدها كده من غير ما نحس بيها. عايزين المره تبقى ان شاء الله لما ناخدها يا رب بس تكمل على خير، بس احنا بنتكلم طبعا في كلام سابق لاوانه خالص. ان شاء الله يكون لنا احتفال قوي جدا جدا، ونحتفل بجد بقى، نحتفل بجد مش مجرد كلام وخلاص. ونشوفكم باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.